الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك، ولا يزال الكلام متواصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في درس الأمس ما جرى له صلى الله عليه وسلم من وفاة أبي طالب، ثم بعد ذلك بشهرين وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك بشهر توفيت خديجة في رمضان من السنة 10 من النبوة، ثم بعد ذلك بشهر في شوال من نفس السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بنت زمعة. ثم بعد عام في شوال من السنة 11 من النبوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عائشة. تزوج بها ولها من العمر 6 سنوات، عقد عليها ودخل بها في السنة الأولى بعد الهجرة، وكان عمرها 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نكمل ما جرى له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقد ذكرنا في درس الأمس أيها الإخوة أن المشركين اشتدت وطأتهم وزادوا في تنكيلهم وتعذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، بل أصبح الإيذاء مباشرا، وكشرت قريش عن أنيابها بعد وفاة عمه أبي طالب، لأنه هو الذي كان يحوطه. ففي هذه الأثناء وفي هذه الأجواء الكئيبة المحزنة المؤلمة ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يهاجر أو أن يخرج إلى الطائف ليدعو أهل الطائف إلى الإسلام، عله أن يجد آذانا مصغية وقلوبا واعية وأرضا خصبة لأن يبذر بها بذور هذه الدعوة. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فأتى الطائف ومكث في الطائف 10 أيام، وهو يتنقل من شخص إلى آخر، ومن رئيس إلى آخر، ومن شريف من شرفائهم إلى آخر يعرض عليه دعوته، فما كان يجد صلى الله عليه وسلم إلا الصدود والاستهزاء. وأطيبهم وأحسنهم ردا كبني عبد يا ليل هؤلاء الذين سكتوا، لم يجيبوه ولم يردوه. هذه أو هذا أحسن المواقف. أما غيرهم، غير بني عبد يا ليل من أهل الطائف، من شدد عليه في رده وأغلظه وسفه عليه صلى الله عليه وسلم. فبعد مضي 10 أيام من هذه المعاناة وجميعهم صدوه ولم يقبلوا دعوته، أراد أن يخرج من الطائف. في لحظات خروجه من الطائف أغرى سادات الطائف وأشرافهم، أغروا سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم بأن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين في طريق خروجه وأخذوا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه. وزيد بن حارثة يحاول أن يدافع بجسده، يحاول أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته، ولكن الضرب كان شديدا حتى أصابوا عقبيه وقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فنزل الدم منهما.
واخضلت قدماه واخضلت نعلاه، ابتلتا نعلاه بدمائه صلوات الله وسلامه عليه، فخرج وهو مكلوم حزين مهموم مغموم صلوات الله وسلامه عليه، وما شعر بنفسه إلا وهو في حائط أي في بستان من بساتين الطائف لرجلين من أهل الطائف، عتبة وشيبة ابني ربيعة. كان هذا اليوم هو من أشد الأيام التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت يوما شديدا كيوم أحد؟ سيأتينا يوم أحد، كان يوما شديدا كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. فقال: لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت عند العقبة. والمقصود بالعقبة ليست العقبة جمرة العقبة في منى، المقصود كما قال العلماء الطائف. قال في ذلك اليوم، يعني في معنى كلامه أنه لقي يوما شديدا، لقي مواقف عصيبة عندما ذهب إلى الطائف، خصوصا في لحظة خروجه صلى الله عليه وسلم. المهم ما شعر بنفسه من أثر التعب والألم إلا وهو في بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وكان من أهل الطائف، فألقى بنفسه صلى الله عليه وسلم ليستريح تحت ظل شجرة من أشجار العنب في ذلك البستان. رآه هذان الرجلان عتبة وشيبة ابن ربيعة صاحب البستان، رأياه فرقى لحاله، أشفق لحاله، وهو يعاني هذه المعاناة والدماء تسيل منه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فما كان من هذين الرجلين إلا أن قدم عنقودا من العنب، وأمر غلاما لهما خادما لهما اسمه عداس، قال: اذهب بهذا العنب إلى هذا الرجل فأطعمه. فجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، نعم، فقدم له هذا العنب ليأكله، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله. فقال عداس: أهل هذه البلاد لا يعرفون ما تقول. فقال له صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس: أنا من نينوى وأنا نصراني. فقال له صلى الله عليه وسلم: من نينوى، من بلد الرجل الصالح النبي الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس: وما أعلمك بيونس بن متى؟ ايش دراك بيونس بن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك نبي وأنا نبي. ثم تلا عليه صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن الكريم فيها ذكر نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. هنا حقيقة أيها الإخوة فائدتان عندما نقول دروس وعبر من هذه السيرة. من هذه الفوائد من هذا الموقف، أولا أن فيه يعلمنا صلى الله عليه وسلم أدبا من آداب الطعام، أن يسمي الإنسان على أكله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن سلمة، كان صبيا صغيرا أتى إلى الطعام فطاشت يده، كما يفعل بعض الأطفال، يأتي للطعام فتطيش يده. بعض أولياء الأمور للأسف يعنف ولده، أو يكون مثلا في مجلس عام فيستحي فيبدأ يعنف ولده، بل بعضهم يصل به الحد إلى الضرب، وهذا لا شك أنه خطأ فادح قاتل، له آثار سلبية نفسية على الولد مدمرة، ربما ينعكس عليه هذا الموقف طيلة حياته، فلا يستطيع أن يجالس الرجال، ولا يستطيع أن يصافح الرجال، ولا يستطيع أن يجالسهم أو أن يأتيهم، كل ذلك بسبب ذلك الموقف. وش يصير يعني؟ انقلبت الدنيا إذا كت جلاس ولا
أخذ من صحن اللي قدامه، ايش يصير يعني؟ ايش صار؟ كلنا كنا كذلك. فينبغي أن يأخذ الإنسان على يديه، يربيه، يعلمه. وحتى الضيوف بعض الناس للأسف يتعمد إحراج الناس، وكأن أولاده معصومين، وكأن أولاده معصومون من الخطأ. فإذا كان كذلك فليصرف، من كان فيه يصرف النظر كأن ما صار شيء، أو يأتي بطرفة حتى يضيع الموقف ويعين أخاه على تربية ولده، مو يحرجه، يعطي نظرات من فوق لتحت وابتسامات صفراء كأنهم يريدون أن يزيد هذا الوالد في أذية ولده والعياذ بالله. لا يا أخي، حب لأخيك ما تحبه لنفسك. والولد يحتاج أن يتربى باللين والرفق. فقال له صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة عندما طاشت يده في الصحفة، قال يا غلام، شوف ما قالك كف ولا عقال ولا رفسها ولا تفل ولا بصق بوجهه كما يفعل بعض الناس، هذا هو يحتاج إلى تربية. فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لا أظن أن عمرو بن سلمة سينساها. مثل هذه المواقف لا تنسى، تحفر في الذاكرة. وكم من أناس أيها الإخوة أقبلوا على الدين والطاعة والخير بسبب موقف تربوي وجدوه من المربي، من إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو من الوالد أو من المعلم، من التشجيع والابتسامة والمداعبة حتى يحب هذا الأمر، هذا الخير. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تطيش دينك، كل مما يليك. ولذلك العلماء ذكروا أدبا من آداب الطعام، قالوا الأصل أن يوضع الطعام في إناء واحد ليأكل الجميع منه لأنه أكثر بركة. لكن لو فرض أن الواقع كما هو مشاهد في كثير من الأسر، ما يحطون يعني طبق واحد، أطباق متعددة، وفي كل طبق يلا من فضلك في يعني شيء من الطعام، ما في بأس. فمثل هذه الحال ربما يكون الطعام قريبا منه لا يشتهيه، يشتهي الآخر، ما في بأس. إذا كان الطعام متعددا فطاشت يده ليتناول لا إشكال في ذلك. وكل بيمينك، ذلك الرجل الذي أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال ما أستطيع من الكبر، أو بعض الناس يقول لك أتيكيت لا تفشلنا. شلون أتيكيت؟ ليذهب الأتيكيت إلى الجحيم. أخالف سيرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقع في إغضاب ربي وأتشبه بالشيطان علشان الأتيكيت؟ كل بيمينك. يقول لا الأتيكيت العالمي الشوكة بالشمال والسكين باليمين. يقول لا يا حبيبي، الأتيكيت الإسلامي الشوكة باليمين والملعقة باليمين والسكين باليسار. اللي يرضى ما يطقش يصب البحر، لا تخلونا عصب عاد. فلذلك قال له ما أستطيع، فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت. هذه قوية قاتلة. فما رفع هذا الرجل يده، أصبح مثل مشعب، لأن قالها تكبرا على أمر الله عز وجل. كل بيمينك وكل مما يليك. طيب واحد يقول شلون أكل؟ باكل بشرب، وش معجلك يعني؟ اكل واشرب باليمين، ولا تأكل بالشمال لأن هذا يأكل معك الشيطان كما بين صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أدب. قد يقول بعض الناس، حتى لا تفوتني هذه الفائدة وهذا الاستطراد، قد يقول قلت لولدي مرة ومرتين وثلاث وأربع، أنا أقول لك ومليون ومليار، ما في مشكلة. منذ متى الناس كانوا يمتثلون لكلمة واحدة؟ هل أنت نبي؟ هل أنا نبي؟
الأنبياء صلى الله عليه وسلم يأتي منهم يوم القيامة وما معه أحد، مع أنه مؤيد من السماء، لأن بعض الناس يريد كلمته كما نقول مسمار بلوح، قال خلاص لا يحيد عنها. مو صحيح، ليست هذه تربية. تصبر وتصابر وتتلطف في الكلام، نعم قد تغلظ عليه في بعض الأحيان إذا تجاوز وفرط، فيتقلب المربي بين ترغيب وترهيب. هذا أسلوب القرآن، الأصل الترغيب والتلطف، هذا هو الأصل. وقولوا للناس حسنا. الموقف الثاني أو الفائدة الثانية من هذا الموقف مع عداس، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة واستغلال كل موقف في الدعوة إلى الله. المسلم أحبتي في الله كالمطر، أينما نزل نفع. مطر ينزل في الكويت ينفع بإذن الله، مطر ينزل في شرق آسيا ينفع، في أي مكان أينما نزل نفع بإذن الله عز وجل. فكذلك المسلم ينفع من حوله في حله وترحاله، في سلمه وأمنه، في مرضه وصحته. يوسف عليه الصلاة والسلام قد مرت معنا قصته عندما سجن. ما الذي جعل صاحبي السجن يسألان يوسف دون غيره؟ في بين السطور في معاني لمن تدبر كتاب الله عز وجل، لأنهما قال له إنا نراك من المحسنين. إذا لولا أن يوسف عليه السلام كان متمثلا بالأخلاق الفاضلة والسمت الحسن والعبادة لله تبارك وتعالى لما توسم فيه هذان الرجلان فسألاه أن يفسر لهما هذه الرؤيا. بل إن يوسف عليه الصلاة والسلام بادر وهو في السجن إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من الآلام والجروح والهموم والغموم، الآن قبل لحظات يرمى بالحجارة وتدمى قدمه وعقبه الشريف صلى الله عليه وسلم، يبادر في الدعوة إلى الله. وجد فرصة بادر في الدعوة إلى الله. من أي البلاد أنت؟ ما هو دينك؟ تلا عليه كتاب الله عز وجل. بل يذكر بعض أهل العلم في قصة عداس أنه أسلم، والعلم عند الله عز وجل. بعد ذلك صلى الله عليه وسلم خرج من هذا الحائط من البستان لعتبة وشيبة بن ربيعة في طريق عودته إلى مكة كما قلنا حزينا مهموما صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ يمشي ويسير، ولكنه دائم الفكر في حاله وفي الدعوة إلى الله. فلعلك باخع نفسك، يكاد أن يقتل نفسه حرصا على البشر أن ينجيهم من الظلمات إلى النور وأن يخرجهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد. ففي مثل هذا يسير دون أن يشعر بنفسه، وإذا به وصل إلى قرن المنازل. قرن المنازل هو الميقات اللي يسميه الآن السيل، ميقات أهل نجد. يحرمون إذا وصلوا إلى ميقات السيل الكبير أو السيل، أو يسمى قرن أو قرن المنازل. فوصل إلى ذلك المكان دون أن يشعر، وإذا بغمامة في السماء أتى فيها جبريل عليه السلام وملك الجبال. فسلم عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الجبال معي فمره بما شئت. الله عز وجل سخره له، فمره بما شئت. فقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان بمكة، لأن مكة وادي بين الجبال.
الأخشبان جبلان بمكة، جبل أبي قبيس والذي يقابله، يعني يطحنهم أهل مكة. ربما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وهذا درس عظيم أيضا وفائدة جليلة من السيرة، لو كان يدعو لنفسه أو لأمور شخصية، لملك أو يريد أن ينتصر لنفسه، لقال لملك الجبال: نعم، اطحنهم، اسحقهم، اقلب الأرض من تحت أقدامهم، لانتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. ولكنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. كان أشد الناس حرصا على حقن الدماء، ويأتينا هذا كثيرا في سيرته، وليس الأمر كما يصوره الآن الكفرة الملاحدة المجرمون أنه إرهابي أو سفاك للدماء، لا، هذا قيل قديما، كل يرى الناس بعين طبعه، لأنهم مجرمون سفاكون سفاحون، يغتصبون الحرمات، يدنسون المقدسات، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتاريخهم القديم والحديث شاهد على ذلك، فيظنون أن جميع الناس أمثالهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم سما وارتقى بأخلاقه، فقد بلغ الكمال البشري في جميع ميادين الحياة صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فأخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أخرج من أبي جهل هذا الخبيث المخبث المجرم الطاغية عمرو بن هشام، أخرج عكرمة ذلك القائد الفاتح الذي أبلى بلاء حسنا واستشهد في معركة اليرموك، قائد من قادات المسلمين. وأخرج من العاص بن وائل عمرو بن العاص القائد العظيم، وحفيده عبد الله بن عمرو بن العاص العابد الزاهد. وأخرج من الوليد ابن المغيرة هذا السيد المطاع كثير المال والولد، أخرج من صلبه أبا سليمان، من مثل أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهلم جرا. إذا أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ذهب جبريل وسار النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أكمل، هناك كما تعلمون دعاء مشهور يذكر في السير عند لحظة خروجه صلى الله عليه وسلم من الطائف، أنه قال دعاء: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. دعاء جميل وكلمات رائعة، ولكنه ضعيف. حتى قصة عداس أيضا ضعيفة، لأن أسانيد قصة عداس وأسانيد هذا الدعاء خرجتا من مصدر واحد إسناده مرسل، والمرسل كما تعلمون يعرف من درس الحديث أو مصطلح الحديث المرسل يعد من جملة الأحاديث الضعيفة. على كل حال، أنا تعمدت أن أضرب عنه صفحا لئلا نؤكد أنه من الأدعية التي قالها صلى الله عليه وسلم، إنما يروى نعم في السيرة، ولكنه لا يثبت بسند صحيح. بعدما تجاوز قرن المنازل أو قرن الثعالب يسمى أيضا سار صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، ولا يزال فيه من الهم والحزن، أمر ما هو بسيط. ولولا أن الله تبارك وتعالى قد وعده بالظهور والنصر لأيس الإنسان، ولكن الله قد وعده، ومن أصدق من الله قيلا، وربنا لا يخلف الميعاد. سار صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بنفسه إلا وقد وصل عند وادي نخلة، وادي من الأودية قريبا من مكة يسمى بوادي نخلة. مكث هناك أياما هو ومن معه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وربما انضم إليه بعض المسلمين.
ففي هذه الأيام كان يصلي الصلوات، وقلنا إلى هذا الوقت كانت الصلاة المفروضة صلاتان: صلاة في الغداة قبل الفجر، ركعتان في الغداء وركعتان قبل الغروب. عندما كان يصلي، وتحديدا في أحد الأيام في وادي نخلة يصلي صلاة الفجر، وكان قبل ذلك شياطين الجن عندما يتعاونون مع الكهنة والمشعوذين والسحرة من شياطين الإنس ويسترقون لهم السمع، واستراق السمع يتعامل شيطان الإنس يعني الساحر أو الكاهن يتعامل مع الجن، فالجن يصعد بعضهم فوق بعض، هكذا يصعد واحد فوق الثاني إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا، فيسترقون السمع. لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم، وربنا يتكلم كلاما يليق بجلاله، لا نشبهه بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلم الله موسى تكليما. فإذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم سبحانه وتعالى ليسمعه جبريل. إذا تكلم رب العزة والجلال أخذت أهل السماوات رعدة شديدة، فيصعق من في السماوات، ثم يكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام، الملك الموكل بالروح أو الموكل العفو بالوحي. فيوحي الله تبارك وتعالى لجبريل ما أراد من وحيه، ثم ينزل جبريل ليذهب بهذا الوحي إلى أنبياء الله ورسله. إذا نزل جبريل تسأله ملائكة السماوات السبع: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ يقول: الحق وهو العلي الكبير، كما جاء في آية سورة سبأ. فيسمع أهل السماء ما أخبر الله به من الوحي ومن الأمور الغيبية، والجن يصعد بعضهم فوق بعض ويسترقون السمع عند السماء الدنيا. طبعا هم صعدوا بعلم الله عز وجل، ليس بغير علمه، بعلمه سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته وتدبيره لحكمة أرادها الله عز وجل. فيسترقون السمع، فربما التقطوا الكلمة ويأتيهم الشهاب بعد ذلك، الشهب التي تكون كالراجمات لهذه السلاسل من الشياطين، فيلقي هذا الشيطان الذي استرقها الكلمة مما يأتي ذكرها في أمور الغيب من الوحي، وتداورت فيها الملائكة عندما سألوا جبريل عليه السلام الذي سمع ذلك من الله عز وجل، فكل شيطان يلقي هذه الكلمة للذي أسفل منه، وهكذا الأسفل والأسفل والأسفل إلى أن يلقيها الأخير إلى الشيطان الإنسي وهو الساحر الخبيث المخبث، فيأخذ هذه الكلمة التي سرقت من السماء، ثم يزيد عليها 100 كذبة، ويخبر الناس الذين تعلقت قلوبهم بهؤلاء الكفرة من السحرة والمشعوذين، فيصدقونه في هذه الكلمة التي استرقها من السماء التي ستقع في المستقبل، ولا يكذبونه في 99 كذبة، وذلك لأنهم تعلقت قلوبهم بتصديق هؤلاء الكفرة. عندما بعث صلى الله عليه وسلم وجدت الشياطين أن هذا الأمر خلاص امتنع، كلما أرادوا أن يصعدوا جاءتهم الشهب تقذفهم، فحرست السماء. فاستغرب الشياطين من الجن، قالوا: أكيد قد وقع أمر معين في العالم، أكيد هذا التغير لابد أن يكون لأمر، كيف تحرس السماء بهذه الطريقة؟ فقال بعضهم لبعض، وقال زعماؤهم زعماء الجن لجنودهم، قال: سيحوا في الأرض وأتونا بهذا الخبر، ما بال السماء أنها حرست بهذه الطريقة. فساح هذا يعني من جملة من ساح من الجن قبيلة من القبائل، وهم قبائل كحال الإنس تماما يعني،
فمن جملة هذه القبائل في طريق سياحتهم في الأرض ليبحثوا عن السبب الذي من أجله حرست السماء جاءوا إلى وادي نخلة فسمعوا القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إلى آخر الآيات كما في خواتيم سورة الأحقاف. وكذلك الله عز وجل أنزل طرفا من هذه الحادثة في وادي نخلة في سورة الجن كما تعلمون في بداية السورة. سمع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فأخذ القرآن بقلوبهم وكان ذلك سببا لهدايتهم فأسلمت هذه القبيلة من الجن ثم انصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم وإنما الله عز وجل أخبره بأنه صرف إليه نفرا من الجن ثم انصرفت هذه القبيلة إلى باقي القبائل من الجن فأخذوا يدعونهم كما ذكر الله عز وجل في آيات سورة الأحقاف. أيضا هذا حقيقة درس وفائدة وعبرة من دروس السيرة أن الجن بادروا إلى الدعوة إلى الله عز وجل بينما ترى بعض الإنس ولا حول ولا قوة إلا بالله ممن من الله عليهم بالعلم والقدرة أو المال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. جميع الآيات في القرآن الكريم التي ذكرت الجهاد بالمال والنفس قدم الله عز وجل الجهاد بالمال قبل الجهاد في النفس إلا في موضع واحد من سورة براءة. ما تستطيع أن تجاهد بلسانك ولا أن تجاهد بيدك الجهاد القتال في سبيل الله نظرا لتخلف شروطه فلا أقل من أن تجاهد بمالك أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى وأن تنصر الله تبارك وتعالى ودينه سبحانه وتعالى بهذا المال الذي آتاك الله تبارك وتعالى إياه. إذن أسلم هؤلاء النفر ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقبل دخوله وقد خشي أن يناله الأذى من كفار قريش طلب الجوار. وذكرنا معنى الجوار في اللقاء الماضي أن يدخل شخص بجوار شخص آخر يعني يحفظه وليؤمنه من أي اعتداء من أي اعتداء. فرفض جميع من طلب النبي صلى الله عليه وسلم جواره إلى أن أرسل إلى المطعم ابن عدي وكان سيدا شريفا نسيبا مهابا في قومه وله كلمته في قريش طلب جواره فقال نعم أنا جار لك. فطلب أولاده وأبناء عمومته وتسلحوا بالعدة والسلاح وذهبوا وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ودخل مكة وأعلن المطعم بن عدي أني جار لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان يعني مشركا لم يكن مسلما. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت والمطعم وقومه يحيطونه بالسلاح لئلا يأتيه أحد وصلى ركعتين وقبلت قريش بجوار المطعم ابن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم. استمر جدال قريش وكما قلنا هم يتنقلون بين ترغيب وترهيب في صد دعوى النبي صلى الله عليه وسلم. خطرت لهم فكرة من جملة الأفكار. ما هي الفكرة هذه؟ قالوا يعني في أنفسهم جربنا التعذيب ما فاد جربنا الترغيب ويعني العروض ما فاد. فكرة جديدة جاءوا بها قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي ورسول إلا ويعطيه الله تبارك وتعالى من المعجزات والآيات التي تبرهن صدقه وقد صدقوا في ذلك صدقك وهو كذوب صدقوا في ذلك فأين آيتك؟ قال ماذا تريدون؟ اسمع ما أرادوا تعجيز لأنهم لو أرادوا الهداية لهداهم الله عز وجل ولكنهم قالوا هذا الكلام من باب التحدي والتعجيز لم يكونوا صادقين في طلب المعجزات والآيات. قالوا اجعل لنا جبل الصفا ذهبا جبل الصفا اجعله ذهبا أو سيروا الجبال عن مكة
ملينا من الجبال هذه، شيلها. أو ابسط لنا البلاد واجعلها خضراء وحدائق غناء، إلى غير ذلك مما ذكروه. وقالوا أيضا اجري لنا الأنهار، ابعث لنا من مضى من آبائنا وأجدادنا أحيهم مرة أخرى، فإن شهدوا إنك نبي صدقناك. أو لتكلمنا الملائكة، أو لترقى أمامنا الآن في السماء فتأتينا كتابا من السماء لنقرأه. كل أمور تعجيزية هذه، والله عز وجل يعني تعجيزية، يعني لا، هو الله سبحانه وتعالى لا يجوز في الأرض ولا في السماء، كن فيكون انتهى. لكن واضح من هذه الطلبات أنهم ما أرادوا الهداية، أرادوا أن يعجزوه، والله عز وجل لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل هذه الطلبات في سورة الإسراء كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا، يعني كفار قريش، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة، يعني بستان، من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالملائكة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. بعد فوق شينا قوات عينه، حتى لو ترقى الآن ما نؤمن، ايش تبون بعد؟ تأتينا بكتاب من السماء. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله عز وجل أمره أن يقول لهم هذه الكلمة: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا ردي على هذه الطلبات، لتعلموا أن هذه الآيات من الله وليس لأحد من البشر. ولذلك قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وقال الله عز وجل: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقال الله عز وجل مبينا، لأنه يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، يعلم ما تخفيه قلوبهم وما انطوت عليه قلوبهم من الكذب والاستهزاء والسخرية. قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، لأنهم قالوا بعث آباءنا، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا هو حقيقة أمرهم كشفها الله عز وجل. وجدت قريش كأنها وجدت أن في هذه الطريقة أفضل طريقة لإحراج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يقولون ضايع ولقيناها، ما ينفع الترغيب، ما ينفع الترهيب، أفضل طريقة هذه. نكثر من طلب الآيات والمعجزات فيعتذر محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، فنكثر ويعتذر، نكثر ويعتذر، إلى أن نشكك الناس في صدقه وفي رسالته فينفض الناس عنه. إذن هذه الخطة. فزادوا في طلباتهم، قالوا ائتنا على الأقل بآية واحدة تبين صدقك. فأجرى الله تبارك وتعالى آية عظيمة أمام أعينهم: انشق القمر إلى فلقتين. أمام أعينهم، ليس مناما وليس تخيلات وتهيؤات، حقيقة القمر ليلة البدر والسماء صافية لا نشك في رؤيته انشق فلقتين، فأصبحت الفلقة الأولى على جبل أبي قبيس والفلقة الثانية على الجبل الذي يقابله. فرأى الناس وسط هاتين الفلقتين، رأوا ما نسميه بجبل النور وغار حراء. إذن آية واضحة كفلق الصبح. هل آمنوا؟ ما آمنوا، لأنهم هم سألوا ليس سؤال المستفسر الذي يريد أن يطمئن قلبه كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إنما سألوا سؤال المعاند
لذلك كما قال صدق عليهم قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الزيغ والضلال من عند أنفسهم فأزاغهم الله عز وجل عن الحق. آمنوا قالوا لا، ظهر سحر ابن أبي كبشة، هذا سحر، هذا مو آية، قال لا سحر، ما آمنوا. قال عقلاؤهم قال طيب إذا كان قد سحركم على فرض، إذا كان بيسحر واحد اثنين ليس جميع أهل مكة، على فرض أنه سحركم فلن يستطيع أن يسحر جميع الناس، فاسألوا القوافل التي ستأتيكم الآن وقد أقبل وقتها وزمانها ووصولها، اسألوهم ودونوا هذا اليوم هل رأوا انشقاق القمر أم لا؟ جاءت هذه القوافل فسألوهم فقالوا نعم رأينا انشقاق القمر بأعيننا، ولكن قريش أصرت على كفرهم وعنادهم واستكبارهم. انشقاق القمر الذي ذكره الله عز وجل بسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، كان انشقاق القمر إرهاص يعني مقدمات للحدث الكبير الذي سأذكره الآن وأختم به هذا اللقاء، الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإسراء والمعراج. هذه الرحلة العظيمة الماتعة الجميلة التي كانت سلوة وكانت طمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من أمر ربه ما رأى. فانشقاق القمر تهيئة لكفار قريش حتى لا يستغربوا ولا يستنكروا مما سيقع له بعد أيام قليلة من تلك الرحلة العظيمة. هذه الرحلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج اختلف علماء السير والتاريخ اختلفوا في تحديدها، ولذلك سألني أحد الفضلاء عندما ذكرت قصة يعني سورة النجم أنها تتضمن فعلا الآيات التي تبين قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إلى آخر الآيات. هذا صحيح، ولذلك هذا أشكل الأمر على أهل العلم، ولذلك اختلفوا اختلافا كبيرا، منهم من قال إسراء والمعراج إلى 5 أو 6 أقوال، بل إن بعضهم كما قال ابن حجر لم تخن الذاكرة، ذكر أن من أهل العلم من يقول أن الإسراء والمعراج وقع مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة، وهذا كلام بعيد. وأيضا منهم من قال أن الآيات التي نزلت في سورة النجم ليس المقصود بها الإسراء والمعراج، إنما المقصود بها شيء آخر. على كل حال يعني الإطناب وبذل الجهد في تحقيق وتحرير هذه القضية لا أظنه أنه ينبني عليه كبير علم. هذا حق وواقع وهذا حق وواقع، تقديم وتأخير لا يضر كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، فنمشي على هذا الترتيب. فالإسراء والمعراج، الإسراء هو المشي ليلا، حتى في اللغة العامية نقول إحنا يلا سرينا، كلمة صحيحة هذه، لكن ما حد يقول نهاية الدوام يقول يلا سرينا يداوم الصبح، غلط. المشي نهارا لا يسمى الإسراء، المشي ليلا يسمى الإسراء. فالإسراء لغة المشي ليلا، واصطلاحا هو المشي أو السفر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمسجد الأقصى كما ذكرت لكم أحبتي في مناسبة أخرى سمي بالأقصى من البعد لإقصائه لبعده عن المسجد الحرام، شرفهم الله. والمعراج هو الصعود من الله ذي المعارج، مصاعد للملائكة وما شاء الله تبارك وتعالى أن يصعد إليه. فالمعراج هو الصعود، والمقصود اصطلاحا الصعود من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى.
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انفتح سقف بيته كما في الصحيح، وأخذه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم، كنت تذكرون أحبتي عندما تكلمنا عن نشأته في ديار بني سعد مع حليمة السعدية، وعندما بلغ 4 سنوات وجاءه جبريل وطرحه أرضا وشق صدره وأخرج علقة سوداء من صدره وغسله بماء زمزم ثم لأم مرة أخرى. قلت لكم أيضا وقعت حادثة شق الصدر كما ثبت في الصحيحين مرة أخرى في المعراج، أخذه إلى المسجد الحرام وشق صدره وغسله بماء زمزم، غسل صدره وقلبه، ثم أتى بإناء من ذهب مملوء حكمة وإيمانا ثم أفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأمه مرة أخرى. تقول لي هذا شيء غير معقول؟ نعم، في ميزان البشر غير معقول، ولكن مثل هذه الأمور موقف المسلم أن يقول صدقنا، آمنا وصدقنا، انتهى، ولا يخوض. ثم بعد ذلك أتاه بدابة البراق، وهي دابة دون البغل أكرمكم الله وفوق الحمار أكرمكم الله، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني وين ينتهي طرفه يشوف له بعد كيلو كيلوين، يمد رجوله إلى نهاية طرفه بخطوة واحدة. ويقال إن هذا البراق هو الذي كان يستقله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تنقله من العراق إلى الشام إلى مصر، إلى يعني ليدعو إلى الله عز وجل، الله أعلم بذلك. المهم أتاه بالبراق ثم أردفه، ركب جبريل وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وانطلق من المسجد الحرام إلى الأقصى. وعندما وصل نزل النبي صلى الله عليه وسلم وربط البراق بحلقة المسجد، ثم دخل المسجد الأقصى وإذا بالأنبياء حاضرون، والله على كل شيء قدير. وكل هذا طبعا أذكركم الآن يعني بشكل قصصي، لكن كله ثابت في الصحيحين. فتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما، وهذا فيه إشارة على أنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم. صلى بهم 2 ركعتين إماما، ثم بعد أن أنهى الصلاة أتاه جبريل عليه السلام بإناءين، إناء فيه لبن والإناء الآخر فيه خمر، فقال اختر، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل هديت وهديت أمتك، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، ما قال لغويت، قال لو اخترت الخمر لغوت أمتك. وهذا أيضا فيه إشارة، وإن كان أمر شيء معنوي يعني، لكن فيه إشارة واضحة أن الخمر طريق لكل هلاك، هي أم الخبائث. بعدها عرج به إلى السماء مع جبريل، بصحبة جبريل عليه السلام. وصل السماء الدنيا، استفتح له، لأن السماء مفوضة مفتوحة كل من يدش، لا، مغلقة محروسة، ولكل سماء من السماوات ال7 أهلون من الملائكة يعمرونها، ولا بد للداخل أن يستأذن، فاستأذن جبريل. قيل له من؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه أو قد أرسل؟ قال نعم. ففتحت أبواب السماء الدنيا، فدخل صلى الله عليه وسلم فرأى آدم أبا البشر عليه السلام، فسلم عليه، فرد آدم عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. وكان آدم ينظر عن يمينه فيجد أسودة سواد فيضحك، ثم ينظر عن شماله فيجد أسودة فيبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال الأسودة عن يمينه أرواح أبنائه السعداء من ذريته، فيضحك، يعرف مصيرهم إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. وإذا نظر عن شماله أرواح ذريته الأشقياء، وهو يعلم أن مصيرهم إلى الجحيم، نسأل الله
أن يعافينا وإياكم من عذابه وأليم عقابه. ثم انطلق للسماء الثانية، استفتح فتح له، دخل وإذا به بابني الخالة عيسى ويحيى، يا الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. سلم عليهما، رد عليه السلام، رحب به، أقر بنبوته، انطلق للسماء الثالثة، استفتح له فتح له، دخل وإذا بها يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وقد آتاه الله عز وجل شطر الحسن، ولذلك ما صبرت النساء عندما رأينه أكبرنه وقلن حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم عليه الصلاة والسلام. سلم عليه، رد عليه السلام، أقر بنبوته، عرج به إلى السماء الرابعة، استفتح له فتح له، دخل وإذا هو بإدريس عليه السلام، كما قال الله عز وجل في سورة مريم: ورفعناه مكانا عليا. سلم عليه، رد عليه السلام، رحب به، أقر بنبوته، عرج به إلى السماء الخامسة، استفتح له فتح له، رأى فيها هارون عليه الصلاة والسلام، هارون أخو موسى عليهما السلام. سلم عليه، رد عليه السلام، رحب به، أقر بنبوته، رفع، عرج إلى السماء السادسة، استفتح فتح له، ورأى فيها موسى عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم كليم الله صلوات الله وسلامه عليه. سلم عليه، رد عليه موسى السلام، رحب به، أقر بنبوته عليه الصلاة والسلام، ثم رفع صلى الله عليه وسلم، فبكى موسى، بكى موسى. قيل له: وما يبكيك؟ قال: أبكي أن رجلا يأتي بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخل الجنة من أمتي، فلله الحمد أن جعلنا من هذه الأمة الخالدة ومن أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رفع إلى السماء السابعة صلى الله عليه وسلم، استفتح له فتح له، وإذا بإبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. سلم عليه، فرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام عليه، فرحب به وأقر بنبوته. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة جالسا مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور لأهل السماء السابعة كالكعبة لأهل الأرض، بل قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهو موازن للكعبة، بحيث لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، موازن لها. والبيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك في كل يوم. تأمل هذا العدد، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. يعني اليوم دخل 70، غير 70 اللي دخلوا أمس، غير 70 اللي بيدخلون باكر. كم عدد هؤلاء؟ لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. لذلك تجد هذا الإنسان الحقير عندما يتطاول على الله عز وجل ليعرف قدره. وتأمل بين هذا الرابط كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسند ظهر البيت المعمور، وقد كان له الفضل بعد الله تبارك وتعالى برفع قواعد وبناء بيت الله الحرام في الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما توقف صلى الله عليه وسلم عن الصعود، وصل السماء السابعة أيضا، رفع صلى الله عليه وسلم، رفع إلى مكان علي جدا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الجبار جل في علاه، حتى رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة في صحفها، ويتنقل مقادير الخلائق بأمر الله تبارك وتعالى لها. لا نعلم أن مخلوقا قد بلغ ذلك المكان العلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم رأى سدرة المنتهى المذكورة في سورة النجم. وسدرة المنتهى تسمى المنتهى لأن ينتهي إليها ما ينزل من الله، وينتهي إليها ما يعرج إليه سبحانه وتعالى، سدرة المنتهى. وإذ الملائكة عليها كالغربان من كثرتهم. ووصفها صلى الله عليه وسلم قال: وإذا بأوراقها كما في الصحيحين كآذان الفيلة من عظمها، وإذا بنبقها أي بثمرها كقلال هجر، القلة الكبيرة. قال: ثم غشيها فراش من ذهب، ثم غشيها ما غشيها من أمر الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا أحد يستطيع أن ينعتها أي أن يصفها من حسنها وجمالها. في بعض الأحيان مناظر في الدنيا، أهل السفر وكذا، يقول لك: والله يا أخي طحت على مكان أو على مدينة أو على منظر، يا أخي ما أقدر أن أصفه، يعني تعجز الكلمات عن وصفه فعلا. فما بالك بذلك الجمال الذي في ذلك المكان العلي المقدس. فقال وهو الصادق المصدوق أفصح الناس صلى الله عليه وسلم يقول: فما أحد يستطيع أن ينعتها أن يصفها من حسنها لما غشيها من أمر الله تبارك وتعالى. في هذا المكان القريب جدا قاب قوسين أو أدنى من الجبار جل في علاه كلمه الله تبارك وتعالى، وكلمه الله كفاحا بلا ترجمان وبلا واسطة من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، 50. كان شحالنا يا جماعة الخير؟ كان كل 29 دقيقة أو أقل من نصف ساعة نصلي صلاة. احنا الحين 5 صلوات ومو ملحقين، 5 صلوات، واللي يضيعها، واللي بعد الجماعة إياهم طاخ طربيخ يجمعون هذه مع هذه وهذه مع هذه، ويلا سلطة. فثقلت على كثير من الناس، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة. لو كانت 50، طيب أسألكم، لو جعلها الله عز وجل 50 هل يستطيع أحد منا أن يمتنع؟ لا طبعا، لأننا عبيده، والعبد لا يسعه إلا أن يمتثل لأوامر سيده. ولكن الله عز وجل رحيم بنا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يجازي على العمل الكثير الأجر العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم قبل، أخذ 50 ونزل، مر على إبراهيم ما في مشكلة. عليه السلام عندما أتى إلى موسى قال: قف، ماذا فرض عليك ربك؟ دائما صاحب الأسئلة الجريئة موسى عليه السلام، جريء في الله عز وجل. يأتي إلى فرعون الطاغية يطرق عليه الباب، من؟ يقول: أنا موسى. موسى؟ أي موسى؟ لأن صار له 10 سنين ذهب إلى مدين، قصة المعروفة. أي موسى؟ نساء خلاص. قال: موسى بن عمران. ماذا تريد؟ أتيت أدعوك إلى الله. من يقول هذه الكلمة لفرعون؟ موسى صلى الله عليه وسلم عندما رأى أيضا آدم كما في صحيح البخاري، رأى آدم قال لآدم: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبو البشر؟ قال: نعم. قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. إذن صاحب الأسئلة موسى جريء في الحق والدعوة إلى الله عز وجل، كما قال رب العزة والجلال: فوكزه موسى فقضى عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قف، ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد عالجت بني إسرائيل على أهون من ذلك فما استطاعوا، أو فما امتثلوا أحسن أن نقول. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد النظر إلى جبريل، يعني إيش رأيك؟ فيعني أبدأ له جبريل الموافقة،
فرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فحط الله عنه 10، صاروا كم؟ 40. ثم رجع إلى موسى فقال قف، ماذا فرض؟ قال 40. قال ارجعه فاسأله التخفيف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه جل في علاه وبين موسى حتى جعلها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة. أيضا قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي، ومضى. فنودي، قيل له قد أمضيت فريضتي على عبادي، هي 5 يعني في الأداء، و50 يعني في الأجر والثواب، إذ أن الحسنة ب10 أمثالها. فكلنا الآن في رقبتنا دين لموسى عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ إنه كان سبب، أنه سبب أن خفضت الصلاة إلى 5 ولا 50، الله المستعان، من يطيقها؟ فلله الحمد من قبل ومن بعد. نختم سريعا. رجع صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة إلى بيت المقدس، ثم البراق إلى مكة. كل هذا تم في الليل. طبعا الإسراء والمعراج بروحه وبدنه، وليس كما يقول المخالفون أن الإسراء كان بروحه فقط، لا، الإسراء كان بروحه وبدنه، إذ أي معجزة لو كان بروحه فقط؟ كل واحد في المنام يفكر يروح يلف في الدنيا وهو بفراشه قاعد، ما في إعجاز، ما في آية، لكن بجسده. وهذا أشار إليه القرآن كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده. المهم أتى، عاد إلى مكة ليلا، ثم في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج في الصباح دعا قريش، بل يقال ويروى أنهم جاءوا إليه متهكمين، قالوا ها صار لك بعد من المعجزات، من باب الاستهزاء، قبحهم الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، قد وقع لي البارحة بكل ثقة أنني سريت إلى أو مشيت إلى المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء، ثم عرجت إلى السماوات العلى ورأيت قص عليهم القصة وعدت. قال أبو جهل أتقول ذلك أمام الناس؟ قال نعم. فرح أبو جهل بهذه الكلمة، الآن القضية خلاص، يعني هذه ستكون القاتلة كما يراه هو. فدعا الناس وقال اسمعوا ما يقول محمد، قال قص عليهم، فذكر لهم القصة كاملة. فأخذ الناس بين من يضرب كفا بكف، وبين من يضع يده على رأسه، ومن يضحك ومن يستهزئ ومن يسخر. قالوا نحن نذهب إلى الشام شهر ذهابا وشهر إيابا، وأنت تقول في سويعات قليلة في ليلة واحدة ذهبت إلى الأقصى، ثم عرجت إلى السماء السابعة، ثم عدت مرة أخرى؟ قال نعم. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا له أو سمعت ما يقول صاحبك؟ ما يقول؟ قال كذا وكذا. قال أو قد قال؟ قالوا نعم. قال صدق، لله در أبي بكر. قالوا يا أبا بكر يعني أنت إنسان عاقل، أو تصدقه فيما يقول؟ قال ويحكم إنني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، في الغدوة والروحة، يعني الصبح يأتيه خبر أصدق، بالليل يأتيه خبر أصدق، أفلا أصدقه في هذه؟ إن كان قال ما قال فقد صدق. ولذلك سمي بالصديق بلا منازع، صديق هذه الأمة. ومرتبة الصديقية بعد مرتبة الأنبياء والمرسلين مباشرة، أفضل من الشهداء الصديق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقية مرتبة عالية، والصديقيون في هذه الأمة كثر ولله الحمد، ولكن إمامهم
أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يطيب لكثير من الناس كما يطيب لي أن ألقبه بالصديق الأكبر، حتى يعلم السامع أنه وإن كان غيره صديق لكن يبقى القدح المعلى لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بنفسي وروحي رضي الله عنه وأرضاه. فقال إن كان قال ما قال فقد صدق. قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أولئك هم المتقون. إذن هذا ما جرى له صلى الله عليه وسلم. ثم قالت قريش إن كنت صادقا فصف لنا المسجد الأقصى، وهم يعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر، لم يرى المسجد الأقصى، وهذا معروف. حتى في الكويت قبل سنوات عندما كانت يعني مجرد قرية صغيرة أو فرجان، كل واحد بالفريج أو في الحي يعرف تفاصيل التفاصيل عن الآخر، يعرف أن فلان ما سافر، فلان أنا ما راح، لأنه أمر ظاهر. فهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى في حياة المسجد الأقصى. فقالوا صفه لنا. طبعا هذا السؤال كان يعني تفاجأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لما دخل المسجد الأقصى ما كان غرضه أن يتأمل في جدرانه وأبوابه ومقاساته وشرفه، ما انطبعت صورته في ذهنه. فمثل الله له صورة المسجد الأقصى أمام عينيه، الله ناصره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويصفه لهم وصفا دقيقا. فقال كفار قريش الذين سافروا ورأوا الأقصى قالوا أما الوصف فقد أتى به، لا أزيدكم، عندكم قافلة، أليست لكم قافلة الآن في طريقها من الشام إلى مكة؟ قالوا نعم. فذكر لهم كم بعير هي، ووصف لهم البعير الذي يتقدمهم وحمولتها. فهنا لم يكن أدنى شك لمن أراد الله هدايته أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، ولكنه كعادتهم أصروا على كفرهم وعنادهم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذا اليوم شرع في الصلوات الخمس، لأنه قد فرض عليه 5 صلوات كما قلنا ليلة البارحة الإسراء والمعراج، وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وصلى به في اليوم الأول جميع الصلوات في أول الوقت، يعني الفجر أول ما يدخل الفجر، الظهر أول ما تزول الشمس، العصر أول ما يكون ظل الشيء مثله، يعني أول الدخول أول وقت، المغرب بمجرد سقوط القرص مغيب الشمس أول الوقت، العشاء أول ما غاب الشفق الأحمر من الأفق في أول الوقت، ثم أتاه من الغد وأمه بجميع الصلوات في آخر الوقت، فقال له الوقت بين هذين. إذن جميع الصلوات هذه أوقاتها من كذا إلى كذا، لا تصليها قبل هذا الوقت ولا تؤخرها عن هذا الوقت. فأصبحت بعد ذلك هذه الصلوات الخمس بدل من أن تكون صلاتين اثنين. وحقيقة أنا كان بودي نقف عند هذه الفائدة، الصلاة أنها فرضت من فوق 7 سماوات، ونركز ونؤكد على هذه الشعيرة العظيمة التي ضيعها وللأسف بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أرى أنني قد أطلت عليكم في الوقت أحبتي في الله، فنرجئ الكلام عن أهمية الصلاة في بداية لقاء الغد بحول الله وقوته، لنكمل وإياكم ما تبقى لنا من أحداث سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.